حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد النهارده. عاملين شويه فطير كده على البوتاجاز، ويلا بينا بقى نشوف احنا عملناهم ازاي. عندي هنا اهو يا حبايبي نص كيلو دقيق نخلته وظبطته. حط عليه رشه ملح، رشه سكر، اقلبه كله مع بعضه كده كده. حط الاول شويه ميه صغيرين كده، وبعدين هنعجن العجينه كده شويه برضو. هي محتاجه ميه، هحط لها ميه تاني واكملها وارجع لكم. اهيت يا حبايبي العجينه بتاعتي اهي ملزقه، حاجه بسيطه بس كده، هو ده المطلوب يعني. وهنا انا نزلتها برضو تحتها على الرخامه، عقمت الرخامه ونضفتها اهي كده كده شويه. ده بينعم العجينه اكتر. هنا البوله بتاعتي نضيفه اهي، ولا غسلتها ولا اي حاجه، مكان العجينه اهي. احط هنا رشه زيت. حطيت في البوله رشه زيت كده صغيره، احط فيها العجينه بقى واسيبها ترتاح بس كده. سيبها بقى كده ترتاح شويه اهي، اغطي عليها واسيبها ترتاح. هنا عندي كوبايه لبن كده، معلقه سكر، اللبن بدرجه حراره المطبخ، معلقه نشا، وهقلبه كويس على البارد الاول، وهشيله دلوقتي احطه على النار. وهنا انا ايدي فيه بقلبه على طول كده عشان ما يكلكعش مني اهو يا حبايبي. الخليط بتاعي جاهز اهوت، هسيبه بقى يبرد براحته. وهنا جبت صينيه وحطيت عليها شويه زيت اهمت كده. وهنا عندي العجينه ارتاحت اهي ما شاء الله، بقت زي الفل اهي كده. همسكها اقطعها كور صغيره اهي يا حبايبي، بقطعها كور صغيره كده اهي. نص كيلو دقيق اهوت عمل لي 9 كرات. هغطي عليهم واسيبهم يرتاحوا كمان شويه. هنا حبايبي معلقه سمنه بلدي كبيره اهي، هحط عليها زيت. هنا يا حبايبي انا سيحت معلقه السمنه البلدي، بس سيحتها ما سخنتهاش، وحطيت عليها الزيت. وهنا يا حبايبي انا بدات اشتغل في العجينه بتاعتي اهي. انا سايباها من النص كده، مش برقاها من النص عشان احط الحشوه فيها. وهنا انا حطيت الحشوه بتاعتنا اهي. هنا بقى ابدا اقفلها كده. هنا طبعا اكيد احنا عرفنا احنا بنعمل ايه. بنعمل فطير بالمهلبيه، حاجه صغيره كده اهي كده، ونقفلها كده كده كده. انا عايزاها الحجم ده كده، ونبدا نحطها على النار بقى. هنا يا حبايبي الثلاثه دول بالمهلبيه، وهنا انا هعمل 2 ساده. وهنا انا بططت واحده واحط دي في قلبها كده، دي الساده. عايزاها تبقى سميكه شويه اهو يا حبايبي. ده هعملها فيها جبنه براميلي، الجبنه دي فيها زيتون يا حبايبي. انا بطط معاكم اخر واحده اهي. شوفوا عشان العجينه مرتاحه ما شاء الله كده اهي، ما يهمناش انها تتقطع ولا لا، ما شاء الله اهي زي الفل اهي ما شاء الله. اه يا حبايبي نص كيلو الدقيق عمل لي 6 فطاير ما شاء الله. 3 هنا دول بالمهلبيه، ودي ساده دي فيها 3 قطع، حطيت فيها 3 كورات، ودي كورتين ودي واحده، يبقى كده 6 فطيرات ما شاء الله. هنا يا حبايبي انا ولعت على الطاسه بتاعتي اهي تسخن. انا هعملهم على الطاسه مش في الفرن. هنا انا حطيت رشه زيت على سمنه في قلب الطاسه. وهنا يا حبايبي الطاسه كده سخنت خلاص. هنا الطاسه عندي اهي خدت 2. طبعا النار يعني مش عاليه قوي ومش هاديه قوي. هنا بدات تاخد لون وهي اتقلبتها برضو. شوفوا يا جماعه عشان العجينه مستريحه كويس. شوفوا بتنفخ ازاي اهو يا جماعه. طلعوا اهمت. هنا انا هحط عليهم سكر بودر. انت عندك شربات حط شربات حسب يعني اللي هياكل ما بيحب، يعني اللي عايز شربات حطيله، اللي عايز سكر بودر حطيله اهو كده. شوفوا ما شاء الله بتنفخ ازاي.
وهنا يا حبايبي الفطير بتاعنا اهوت ما شاء الله اهوت، وطري وجميل ازاي، مورق وحلو ازاي اهوت ما شاء الله. وهنا يبقى الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم كتير كتير كتير.